احذروا الفيلا في رمضان. قد تتعجبون من العنوان، لكن سيزول العجب حين تقرؤون. جلس الإمام مالك في المسجد النبوي كعادته يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلاب حوله يستمعون. فصاح رجل: جاء للمدينة فيل عظيم، ولم يكن أهل المدينة قد رأوا فيلا قبل ذلك، فالمدينة ليست موطنا للفيلة. فهرع الطلبة كلهم ليشاهدوا الفيل، وتركوا الإمام مالك إلا يحيى بن يحيى الليثي بقي جالسا. فقال له الإمام مالك: لم لم تخرج معهم؟ هل رأيت الفيل من قبل؟ قال يحيى: إنما قدمت المدينة لأرى مالكا لا لأرى الفيل. العبرة: لو تأملنا هذه القصة لوجدنا أن واحدا فقط من الحضور هو من علم لماذا أتى وما هو هدفه، لذا لم يتشتت ولم يبدد طاقاته يمنة ويسرى. أما الآخرون فخرجوا يتفرجون على الفيلة، فانظروا لعظم الفرق بينهم. فكانت رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي عن مالك هي المعتمد للموطأ، أما غيره من الطلبة المتفرجين فلم يذكرهم لنا التاريخ. وفي زماننا هذا يتكرر الفيل، ولكن بصور مختلفة وطرائق شتى، وخصوصا في رمضان. فالناس في رمضان صنفان: صنف قد حدد هدفه، فهو يعلم ماذا يريد من رمضان وما هي الثمرة التي يرجو تحصيلها، وصنف آخر غافل عنه مفرط تستهويه أنواع الفيلا المختلفة، فالقنوات الفضائية والمسلسلات والأفلام والسهرات والأغاني والجوال ومواقع التواصل المفسدة وأنواع المحرمات هي فيلا هذا الزمان. فالحذر، الحذر من الفيلة وبريقها، فإنها ستسلب منك أفضل أوقات العام.